jungle. السلام عليكم. النهارده الحلقة الثانية من سلسلة حلقات تعليم فن الكونغ فو. التمرين اللي فات أو الحلقة اللي فاتت أخذنا الأوضاع الأساسية في رياضة الكونغ فو وفهمناها وشرحناها خطوة خطوة. النهارده إن شاء الله هناخد تعليم فن التشريحيات. التشريحيات بتدخل من ضمن تمرينات الإطالة والمرونة، وبتدخل برضو في تمرينات أو في الركلات اللي هي الأمامية المستقيمة. النهارده هناخد التشريحيات كإطالات وهناخد التشريحيات كضربات. أنواع التشريحيات عندي التشريحية الأمامية، التشريحية الدائرية، التشريحية الداخلية. دول الثلاث تشريحيات اللي هنشرحهم النهارده وهناخدهم بالتفصيل، وازاي نوصل لمستوى عالي فيهم وازاي نوصل لأعلى درجة وأعلى مستوى فيهم. أولا قبل ما ألعب التشريحية وقبل ما أبدأ في ضرب هذه الركلة لازم أعمل تمرينات الإطالة والمرونة الثابتة، اللي هي عبارة عن أولا بقوم بغلق القدمين، فرد الركبتين، وبنزل بكامل جسمي وبضغط 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. للمبتدئين بضغط من 15 ل 20 ضغطة، بكرر من 15 ل 20. للمستويات العالية بضغط من 25 ل 35 وساعات بوصل ل 50 ضغطة ستريتشات. بعد ما اعمل غلق الرجلين على بعض بعمل 11 وبضغط نفس الكلام 1 2 3 4 لحد ما اوصل للعدد بتاعي. بعد كده رجلي اليمين على الشمال 1 2 3 4 لحد ما اوصل للعدد 15 او 20. الشمال على اليمين 1 2 3 4 5. بعد كده الشمال قدام 1 2 3 4 لحد ما اوصل للعدد بتاعي. اليمين قدام 1 2 3 4 5 لحد ما اوصل برضو للعدد. انا بعمل نموذج وانتوا هتكرروا الكلام ده اكتر من اللي انا بكرره. بعد كده تمرين حرف تي 1 2 3 4 5 6. بعد كده بعمل تشينج 1 2 3 4 5 6 7 8. بكده يبقى خلصت او عملت نموذج من تمرينات ستريتشنج اللي بتعمل على اطالة الاوتار الخلفية للرجلين والعضلة الخلفية للرجلين. كده انا بعمل اطالة للعضلة الخلفية وبعمل شد للاوتار الرجلين، علشان بتلاحظ وانا بلعب التشريحية رجليا بتطلع مفرودة على الاخر. بتطلع مفرودة على الاخر ما فيهاش اي انثناء. اللي بيعمل على فرد الرجلين بالطريقة دي هي الاوتار، هي اللي بتشد الرجل، هي اللي بتشد الركبة، عكس المفصل اللي هي موجودة الاوتار هي اللي بتشد ركبتي، هي اللي بتخليها مفروضة. اولا التشريحية الامامية. التشريحية الامامية بعد ما هيأت جسمي وعملت الحمية بتاعتي، عملت الاحماء وخلصت الستريتشنج اللي انا عملته مضموم ومفتوح، الشمال قدام والشمال ورا واليمين على الشمال، والانواع بتاعت الستريتشنج بتاعتي اللي انا بعملها. بدخل على ان انا بعمل اول حاجه بقف رجلي الشمال قدام، رجلي اليمين ورا، وديت عادي ممكن تبقى في جنبي ان احنا لسه ما دخلناش على وضع اليوبي ووضع الاستعداد للقتال وازاي بقاتل وازاي بقف بوضع القتال. هقف عادي خالص، بدايه في جنبي، رجلي اليمين قدام. حطيت اليمين قدام عشان هي اللي هبدا بيها التشريحيه، عشان رجلي اللي ورا هتطلع بقوه. هسند، هعمل انحناء خفيف في رجلي اللي قدام ورجلي اللي ورا هي اللي هتطلع. اول حاجه بطلع ب 50% او ب 20%، بس اهم حاجه رجليا تطلع مفروده. 1 2 بلاحظ ان مشط رجليا بيبقى مشدود، مش عامل كده، مش رجليا قدام، لا مشط رجليا
مشدود لفوق، ركبي مشدود على الاخر، العضله الاماميه والخلفيه مشدوده على الاخر. تاني 1 2 3 4. بلاحظ ان وسطي بيدخل من ضمن المساعده للمهاره، وسطي برضو بيساعد في اداء المهاره. يعني انا بدخل وسطي مش ثابت، مش محجر نفسي وبعمل كده، لا انا بحرك نفسي بمرونه، وسطي فيه مرونه رايح وجاي معايا اهو. 1 2 3. وصلت للمستوى ده ورجليا مفروضه على الاخر، احاول اعلي مستوى رجليا. كل اللي انا بعمله انثناء خفيف في رجليا الاماميه عشان تشيل حمل جسمي، انثناء خفيف في رجليا، ايديا تحت. ممكن ايديا تساعد بالوضع ده بحركه المطوحه اهو. 1 2 3 4. نظري على ركبتي ورجليا طالعه، نظري بيبقى على ركبتي ورجليا طالعه. جذعي بيبقى مايل للامام قليلا، ما بيبقاش منصوب على الاخر، لا بيبقى في مرونه رايح وجاي معايا، بيبقى مايل للامام قليلا. يبقى انا باخد 1، جذعي بيبقى مايل معايا، نظري على ركبتي. 2 3. يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم بحس ان الستريتشنج بتاعي، بحس ان الاوتار بتاعتي بقت اقوى، بحس ان العضله الخلفيه بتاعت الرجلين بقت اقوى، بحس ان رجليا بتعلى يوم بعد يوم. ان من مبادئ التدريب الرياضي في اي رياضه الاستمراريه. طول ما انا مستمر على اداء الستريتشنج، طول ما انا مستمر على اداء المهاره وعايز ارتقي بيها، كل اللي انا بعمله بكرر شغال اهو، شغال. وصلت لعدد معين 20 21 22 هلاقي رجليا بتعلى معايا اهو. باخد دفعه رجلي 1 2 ممكن ناخد عليها 3 هب 4 5 6. يبقى ده بيجي من التكرار. قلنا الثوابت بتاعت التشريحيه، رجل الشمال قدام، اليمين اللي هي تقوم باداء المهاره بتبقى لورا، مش رجليا مشدوده على الاخر، ركبي مشدوده على الاخر، بطلع بكل قوه وبعمل التشريحيه بتاعتي. اخيرا دلوقتي قررنا عملنا التشريحيه الاماميه، قلنا ان انا عشان اوصل لمستوى عالي لازم اكرر المهاره اكتر من 20 30 مره 50 مره في اليوم عشان ارتقي بيها، اعلى بيها، اوصل للمستوى اللي انا عايزه فيها، احدد هدفي من المهاره. حددت هدفي من المهاره يبقى كده انا هبتدي ارتقي بيها، عايزها مثلا توصل لمستوى معين واللي هو الحد الاقصى بتاعها، يبقى لازم اكرر عشان ادخل في عمليه اتقان المهاره. قلنا التشريحيه الاماميه بيبقى رجليا مفروده على الاخر، بتطلع مفروده عامله زي السيف، طالعه مستقيمه، ركبي مفروده على الاخر، مش رجليا مشدود لفوق. 1 1 1 1 1. ملاحظه مهمه لازم احطها في اعتباري وانا بلعب التشريحيات او بلعب المهاره دي، اني وانا بطلع مهاره التشريحيه الاماميه لازم يبقى عندي حاجه اسمها الكنترول او التحكم. لازم ابقى متحكم في رجليا، يعني انا متحكم في رجليا، مش رجليا هي اللي تتحكم فيا. انا ممكن اعمل تشريحيه وانزل بالوضع ده، انا واقف اهو، ممكن اعمل تشريحيه رجليا تخبط 1 تخبط في الارض، او اعمل تشريحيه واقف مثلا على مشط رجلي اقع. فلازم رجليا الشمال بتبقى فيها انثناء، كلها على الارض مش على المشط، كلها على الارض. بطلع بقوه وبعمل كنترول. ابص على الكنترول اللي هعمله دلوقتي، ستوب، رجعنا تاني ستوب، رجعنا تاني. يبقى انا اتحكمت في رجليا وهي طالعه 1 وترجع في مكانها تاني، 1 ورجع في مكانها تاني. يبقى لازم اعمل كنترول على رجليا تطلع ترجع مكانها تاني. اخذنا التشريحيه الاماميه المستقيمه اليمنى، لازم التكرار اللي اعمله على ناحيه رجلي اليمين لازم اعمله على ناحيه رجلي الشمال. ان الرجلين لازم تكون بنفس القوه، بنفس السرعه، بنفس شكل التكنيك. لازم ما يكونش في اي تفرقه بين رجلي الشمال واليمين. لو انت عايز تبقى لاعب كونغ فو مميز محدش يوصل لمستواك، لازم تبقى تعمل من بدايه نعوم اظافرك في الكونغ فو تعمل معادله بين رجليك اليمين والشمال، تعمل تعادل مساواة بين اليمين والشمال. يعني انا واقف اهو مثلا لعبت 15 يمين، 1 2 خلصت 15، يبقى اعمل شمال نفس العدد 1 2 3 خلصت 15، او اخش 1 يمين 2 شمال، 1 يمين 2 شمال.
يبقى انا كده بعمل معادله بين رجلي اليمين والشمال. دلوقتي هخش على نوع جديد او هدخل على نوع جديد من انواع التشريحيات، وهو التشريحيه الدائريه. الشكل بتاع المهاره او النموذج بتاع المهاره بهذا الاداء، بهذا الشكل، بهذا التكنيك. 1 2 3 4. ده شكل المهاره، او ده تكنيك المهاره، او ده نموذج المهاره الصحيح اللي انا المفروض اوصل له. طيب الخطوات الفنيه لاداء المهاره. اول حاجه من وضع الاستعداد اللي اتفقنا عليه، الشمال قدام اليمين ورا، انثناء خفيف في الرجلين. بدخل بجذعي ورجليا ناحيه رجليا الشمال. 1 1 1 1. رقم 2، الجهاز العصبي المركزي بيبعت اشارات للرجلين انها تعمل 180، هتعمل قوس. رجليا وهي طالعه تعمل قوس نص دايره في الهواء. 1 2 1 2. يبقى بطلع رجليا وتطلع تعمل قوس، تطلع نص دايره وبترجع مكانها تاني. 1 2 1 2 1 2. يبقى انا عملت ايه؟ اول حاجه وديت رجليا ومش رجليا مشدود، رجليا مشدوده على الاخر، اوتار رجليا مشدوده على الاخر، ركبي مفروده، وديتها ناحيه رجليا الشمال. 1 1. رقم 2، خدت جذعي وخدت رجليا وهي مفروده من فوق وعملت بيها نص دايره. 2 2 2 2 1 2 1 2. دي التشريحيه الدائريه او التشريحيه الخارجيه. بكده يبقى خدنا نوعين من التشريحيه اللي غرضها البدني المرونه والاطاله، التشريحيه الاماميه والتشريحيه الخارجيه او التشريحيه النصف دائريه. دلوقتي هناخد التشريحيه الداخليه. اخدنا التشريحيه الدائريه وشرحناها بالتفصيل. هدخل على النوع الثالث من التشريحيات، وهو وهي التشريحيه الداخليه او التشريحيه اللي هي باخدها من الداخل من الخارج للداخل. التشريحيه الداخليه اللي باخدها من بره لجوه او من الداخل للخارج. اول حاجه بتبقى رجلي الشمال قدام اليمين ورا، الوضع اللي اتفقنا عليه، الشمال قدام اليمين ورا. اول حاجه بروح بجذعي، بروح بوسطي ناحيه اليمين، ناحيه رجلي الخلفيه، ناحيه اليمين. 1 1 1. نمره 2، رحت بوسطي، رحت بجذعي ناحيه اليمين، هنطر جذعي ناحيه الشمال مع رجلي. 1 2 3 1 1 2. يبقى انا عملت برجليا نص دايره بس من بره لجوه، عكس التشريحيه الدائريه الخارجيه اللي احنا خدناها تبقى من جوه لبره. لا، احنا ناخدها من جوه، من بره لجوه. ازاي من بره لجوه؟ بفتح 1 1 1 1 2 تاني 1 2، ورجليا ترجع مكانها تاني. يعني بعمل كنترول، رجليا بترجع مكانها تاني. انا بابا واقف صح، ها دي ها تاني. طب المهاره بالخطوات الفنيه بتاعت المهاره، بروح بجذعي، بفتح بجذعي وبنطر ناحيه اليمين. يعني رحت اليمين بنطر ناحيه الشمال، الناحيه العكسيه. يبقى 1 بروح 2 مع رجلي. 1 2 تاني 1 2 وارجع تاني. 1 2 وارجع تاني. 1 2 1 2 1 2. يبقى باخد رجلي من الخارج للداخل، باخد رجلي من بره لجوه. طب هنشوف المهاره. 1 2 ترجع مكانها تاني. 1 2 ترجع مكانها تاني. 1 2 ترجع مكانها تاني. المهاره بالبطيء، تصوير بالتصور البطيء. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. بس بترجع مكانها تاني. 1 ترجع مكانها تاني. 1 ترجع رجليها مكانها تاني. طيب احنا قلنا دايما نكرر المهاره يمين وراها الشمال او الشمال وراها اليمين. طيب ازاي هيبقى الوضع ده؟ 1 2 تاني. يمين داخليه،
شمال داخلي، يمين داخلية، شمال داخلي. تمام. يبقى كده خدنا الثلاث انواع اللي هم ثلاث انواع التشريحيه اللي اتفقنا هناخدهم من الاول، اللي هم غرضهم الاطاله. يبقى التشريحيه الاولى التشريحيه الاماميه، التشريحيه الثانيه التشريحيه الخارجيه او الدائريه الخارجيه، النوع الثالث التشريحيه الداخليه. يبقى كده أخذنا الثلاث أنواع التشريحيات اللي هم غرضهم بدني، غرضهم الإطالة، غرضهم المرونة، غرضهم تقوية العضلات الخلفية والأمامية والأوتار اللي هو عكس مفصل الركبة. بكده يبقى أنهينا حلقتنا النهاردة من سلسلة حلقات تعليم فن الكونغ فو، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله بعنوان كيفية الضرب بالتشريحيات، كيفية الضرب بالتشريحيات. وبحب أشكر الجهاز الفني بتاعنا وكابتن أحمد عادل مدير التصوير. السلام عليكم.